ابدا بس عامله 1 2 3. اللي هتكلم عنه دلوقتي الاستنباط او الحجه الاستنباطيه. الاستنباط او الحجه الاستنباطيه. نمره واحد، الاستنباط ببدا من الكل للجزء. في التقليديه ببدا من الكل للجزء، ده الاستنباط. ما برجعش للواقع، ده الاستنباط. النتيجه يقينيه طالما هناك علاقه بين المقدمات، حتى المقدمات لو بتخالف الواقع والنتيجه ترتبت عنهم فالنتيجه يقينيه. ماشي؟ الاستنباط اي زياده في المقدمات النتيجه لا تتاثر. ده الاستنباط. بالنسبه للتعريف المعاصر للاستنباط اللي هو بننتقل من العام للعام او للخاص للخاص، ده المعاصر. هنروح للاستقراء. كلمه السر في الاستقراء ربما او احتمال. ليه؟ لان الحجه الاستقرائيه احتماليه ترجيحيه غير مؤكده، وانتقل فيها من الجزء للكل. لازم ارجع للواقع. اي زياده في مقدمات الحجه الاستقرائيه بتاثر على النتيجه. بس السؤال هنا في التعريف المعاصر بتاعه، تمام، في التعريف المعاصر بتاع الحجه الاستقرائيه ان احنا مش بس زي التقليدي بننتقل من الخاص للعام، لا، ممكن ننتقل من الخاص للخاص ومن العام للعام. بالتالي بناء على اللي انا قلته لما نبص للمثال فكاتب لي تحت في النتيجه من المرجح، يعني ترجيحيه، يعني احتماليه، يبقى ذهني على طول هيروح للاستقراء وليس الاستنباط. هستبعد ب بدال واشوف هل هي حجه استقرائيه وفقا للتفسير التقليدي، يعني انتقل من الجزء للكل؟ لا، ده انتقل من كل للكل للكل، اذا هي حجه استقرائيه وفقا للتفسير المعاصر دي. بس مستر بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الكاميرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونستناكم الحصه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سوف ننتظركم العام القادم وانتم في الجامعه ان شاء الله.